حملة ريفنا بيستاهل هي حملة يفترض يكون هدفها إنساني لجمع تبرعات لإعادة إعمار الريف السوري. بس مدير الحملة لمنطقة النبك بدل ما يطلع ويركز على الشق الإنساني وإعادة الإعمار، طلع يلقي خطاب وبلش فيه بتهديد العلويين والدروز والأكراد. وأكيد بعد التهديد طلع وبلش يستشهد بأحاديث دينية ونبوية. هلا بيخطر لي سؤال كتير مهم، كيف ممكن يجتمع الإسلام والتهديد والوعيد؟ شلون؟ فيلي بعرفه إنه الدين أخلاق ورحمة، والتهديد خوف وكره. فالمواطنة هي احترام حقوق الكل، وهي المساواة بين الجميع على أساس المواطنة، مو على أساس الطائفة أو الإثنية. والأكيد إنه المواطنة معنا لا تخويف ولا تقسيم. فريفنا عن جد بيستاهل محبة، عدالة، مجتمع بيحترم كل مواطن، مو خطاب قائم على التهديد والوعيد.